بعد أن فشلت المفاوضات بين إدارة الرجاء الرياضي والمدرب الألماني السيد راموفيتش بسبب الطاقم التقني الذي سيشتغل معه، غير الرجاء الرياضي بوصلته إلى المدرسة البوسنية، وأعلن الرجاء الرياضي تعاقده مع المدرب البوسني ريسيمير زفيكو مدربا جديدا للفريق. البوسني يبلغ من العمر 52 عاما، ولديه أيضا جنسية بلجيكية، حاصل على دبلوم فابرو من الاتحاد الأوروبي. بدأ العمل مع منتخب بلاده في سن لا يتجاوز 32 سنة، حيث اشتغل في مناصب مهمة داخل الاتحاد البوسني لكرة القدم. من 2004 إلى 2009 اشتغل أولا كمنقب عن المواهب، ثم مدربا للفئات السنية، ثم مدربا للمنتخب الأولمبي، ثم محلل أداء في المنتخب الأول. وفي يوليوز 2009 عمل زفيكو مدربا لفريق زيلزيناكر البوسني ل4 مواسم، وفاز معه ب3 ألقاب في الدوري البوسني سنة 2010 2012 و2013، كما فاز أيضا بكأس البوسنة مرتين 2011 و2012 رفقة نفس الفريق. واشتغل زفيكو مدربا مساعدا ثم مدرب مؤقت لفريق لاديليان الصيني، ليصبح بعدها مدربا للفريق لموسم واحد قبل أن يتعاقد مع فريق ميزينغو هاكا الصيني منذ جنبر 2017 حتى غشت 2018. ثم عاد الإطار البوسني ليشتغل مساعدا لمدرب البوسنة في يناير 2020 حتى دجنبر من نفس السنة. بعدها انتقل إلى الكويت كمدرب لفريق العربي الكويتي من شتنبر 2022 إلى يونيو 2023، ليخوض المدرب آخر تجاربه التدريبية في الدوري السعودي رفقة العروبة السعودي في الموسم الماضي. ثم هذا الموسم تعاقد مع الرجاء الرياضي كثاني مدرب بوسني يقود الفريق الأخضر بعد مواطنه وحيد خليلوزيتش الذي قاد النسور إلى الفوز بعصبة الأبطال الإفريقية. ونتمنى كل التوفيق للمدرب البوسني مع النسور الخضر.